قوسين طعن بقانونيته ولا يسمح بإنشاء الحرس الوطني مثلا؟ موضوع تشكيل الحرس الوطني هو موضوع يوجد هنالك البعض يرفض والجهة الأخرى تقبل وما شابه ذلك. هذا موضوع خاص في داخل البرلمان، الموضوع بين الكتل السياسية. طيب. كل يريد بأن يرفض أو البعض يقبل، ولكن الموضوع تسليح الميليشيات الذي يقولها انها ليس ميليشيات. اليوم لا يمكن ان نقول بان هذا الى الجهه الفلانيه وتلك. اليوم هيئه تابعه الى الحشد، هيئه تسمى بالحشد الشعبي، هيئه تابعه الى مكتب رئيس الوزراء، هيئه اتت بحاله استثنائيه عندما راى مكتب رئيس الوزراء بالحاجه بأن نشكل هيئة الحشد الشعبي وتكون تحت غطاء الحكومة. اضطرت الحكومة بالموافقة بتشكيل هذه الهيئة حتى لا يخرج من هنا وهناك من يقول بأنهم ميليشيات. اليوم الحشد الشعبي ليس ميليشيات، اليوم الحشد الشعبي هم هيئة، وبإمكان لو كانوا ميليشيات لما كانت يوجد هنالك الانضباط العسكري ويوجد هنالك اسماءهم ومديريات. وضحت هذه الفكرة حتى لا نخوض فيها أكثر من اللازم. هناك نقطة أخرى أريد أن أسألك أيضا عليها فيما يتعلق بالنقطة الرئيسية لهذه الحلقة حتى لا نذهب بعيدا، عن الدور الإيراني. نيويورك تايمز، صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من الصحف الأمريكية تحدثت وعنونت بأن إيران هي من يقود العمليات العسكرية الآن في العراق في الفلوجة تحديدا، ما رأيه؟ اليوم العمليات التي تقوم في الفلوجة عراقية صرفا، لا تشارك بها أي جهة، فقط نوع من الغطاء الجوي للتحالف الدولي. ولكن أنا أقول اليوم وإذا صح الخبر بأن إيران هي من تشارك في تحرير الفلوجة، ألم تكن إيران في هذه المشاركة يكون بأن تشارك إيران والدول العربية والدول التي تدعي بالعروبة تجلس وتلتهي في الملاهي والنوادي الليلية وحتى من السياسيين، وتأتي إيران بأن تشارك؟ ألم يكن عار عليهم بأن اليوم يخرجون من هنا وهناك ويقولون إيران وقاسم سليمان يشارك وهم يجلسون في الدول الأوروبية وما شابه ذلك؟ ألم يكن أفضل من إيران بأن تأتي هذه الدول وتقول بأن نحن في الوطن العربي ونرى العراق اليوم مهدد، العراق على حافة الهوية، بأن تتوحد سيد باسل، لماذا لم نرى هذه الشجاعة الإيرانية وشجاعة السيد قاسم سليماني في فلسطين تحديدا؟ أن كنا إلا في فلسطين أنا أتوقع بأن يوجد كذلك نفس الشجاعة، كما اليوم نفس الشجاعة يوجد في سوريا ويوجد في أي منطقة بأن يدخل بها عصابات داعش. ولكن أنا أقول لماذا هذه التصريحات من هنا وهناك تظهر؟ لماذا أن يكون الأجدر والأفضل بأن تدخل كل من يصرح بأن يأتي بدلا عن قاسم سليمان وعن إيران ويتدخل؟ ولكن أقول لا، إن جميع الدول العربية البعض لا نقول الجميع، البعض الدول العربية هي عبارة عن عملاء إلى إسرائيل وأمريكا، عبارة عن مرتزقة إلى هذه الدول. وإيران التي لم تضرب ضربة في إسرائيل، ما هي علاقتها بإسرائيل أصلا؟ سأعود إليك سيد باسل. أستاذ وسام، ننتقل إليك بعدة نقاط سردها السيد باسل. هي عمليات عسكرية عراقية صرفة ولا تدخل لإيران، ما رأيه؟ بداية أريد أن أرجع إلى مسألة الميليشيات والكلام عن الميليشيات، وأنا لازلت أصر على أنها ميليشيات، لأنها ما لم تأخذ الغطاء القانوني الرسمي من خلال البرلمان فهي لا تشكل حالة رسمية كاملة.
ربما هذا يعني سنعود إليه من وجهة نظر قانونية، ولكن أريد أن أشير إلى أنه هناك ميليشيات تحدث عنها السيد رئيس الوزراء السيد العبادي، وقال بأن هناك 100 ميليشيا، وأن هذه الميليشيات لديها مكاتب في بغداد ودون رضا الحكومة والدولة العراقية، وهو تصريح من أعلى شخصية في البلد. وبالتالي يعني لا نستطيع أن نتحدث في هذا يعني هذا الملف ونضع رؤوسنا خلف أصابعنا، لأننا لن نستطيع أن نخفي الحقيقة. فيما يخص حقيقة ما تحدث عنه وقال وإن صح التدخل الإيراني، فأنا يعني ما كنت أرجو من عراقي أنه يتكلم بهذه الطريقة الحقيقة، وهو أيضا يعني سب في يعني المحيط العربي، في حين أنه كلنا يعرف بأن هناك من رفض أي تدخل من المحيط العربي في الشأن العراقي في هذا المجال بالذات، حتى الذين طالبوا بأن يواجهوا تنظيم الدولة داعش، بل حتى الذين طالبوا بأن يقدموا استشارات ضد تنظيم الدولة داعش، باعتبار أن لهم تجارب كدول، بعض الدول لديها تجارب من دول المنطقة ربما كانت تجيش وتحشيد وحتى كلام وسب وطعن حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يعني نسمعه كثيرا من الكثير من الذين لا يحسنون الكلام إلا بالسب والطعن. وبالتالي فإننا يعني لا نرجو أن يكون هناك تدخل لا من الإيرانيين ولا من العرب، نريد من العراقيين أن يتوافقوا فيما بينهم وأن يبنوا نسيجهم الاجتماعي كما كان على مر التاريخ، وأن يستطيعوا أن يقلعوا شوكهم بأيديهم ويتعاونوا مع بعضهم، ليس بالطرق الاستقواء بعضهم على بعض ولا ب يعني تطبيق أجندات خارجية على حساب الداخل العراقي، وإنما من خلال بناء اللحمة المجتمعية الحقيقية ومعرفة الحقوق والواجبات للجميع من أجل أن تبنى صورة اجتماعية طبيعية تقوم عليها دولة حديثة كما هو الحال في عدد كبير من دول العالم. أرجع إلى النقطة الرئيسية وهي مشاركة إيران وإعلان هذه المشاركة. هي في الحقيقة إيران مشاركة في الملف العراقي منذ اليوم الأول، ومشاركة في كثير من مفاصله الرسمية، سواء كانت على المستوى السياسي أو الأمني أو العسكري أو ما شابه ذلك، ولكنها اليوم تظهر بوضوح، وسبب ظهورها بوضوح أنا في رأيي يقوم على أن هناك توافق ما بينهم وبين التحالف الدولي من جهة، ولذلك سبب مهم جدا. وهذا السبب يكمن في نظري إلى أن بناء العملية السياسية في العراق قام على توافق بين الأمريكان من جهة والإيرانيين من جهة أخرى. كل الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال جاءت بتوافق بين الأمريكان والإيرانيين. اليوم هناك خوف على العملية السياسية بعد أن حصل تطور جديد بأن يظهر حراك مجتمعي في داخل بغداد يستطيع أن يخترق المنطقة المحصنة، المنطقة الخضراء مرتين، ويلعب بأهم مؤسستين رسميتين. المؤسسة الأولى هي مؤسسة التشريع متمثلة بالبرلمان، والمؤسسة الثانية هي مؤسسة رئاسة الوزراء متمثلة بالمجلس التنفيذي للدولة. وبالتالي كان هناك تخوف حقيقي من أن تحدث لأول مرة متغيرات تبني أسس جديدة للعملية السياسية خارج الإطار الذي بنيت عليه العملية السياسية بالتوافق بين الأمريكان والإيرانيين. هذا أدى إلى أن يبحثوا عن قفزة إلى الأمام ويذهبوا باتجاه ملف الفلوجة من أجل أن يعيدوا بناء الاصطفافات من جديد، لأن هذه الاصطفافات تعيدنا إلى المربع الأول، مربع الشحن الطائفي، مربع البحث عن حلول من خلال الصناديق الضيقة وليست حلول من خلال الوطن الكبير. يعني باختصار إيران ماذا تريد من هذه العملية من خلال مشاركتها؟ ما هو الهدف الرئيسي؟ طبعا اولا ايران لديها يعني احلام توسعيه لا يمكن ان يخفيها احد، والذي يريد ان يعني يخفي مثل هذه الاحلام التوسعيه كالحمام عفوا كالنعام التي تدفن راسها وتظهر عجيزتها. يعني المتحدثون الرسميون الايرانيون على اعلى المستويات تحدثوا عن ان هناك تحرك باتجاه إعادة رسم الإمبراطورية التاريخية للدولة الفارسية، وأن بغداد ستكون عاصمة هذه الإمبراطورية، وبالتالي فإن هناك حديث عن تحرك واسع كبير جدا جغرافيا وديموغرافيا وتصدير للثورة وما شابه ذلك. والعوامل التي تعمل وتتحرك اليوم على أرض الواقع أغلبها من مولها ومن دربها ومن وجهها ومن يدير دفتها اليوم، أغلبها على الأقل لا أقول كلها، أغلبها هي تدين بالولاء لإيران. اليوم الكثير من قادة هذه الميليشيات
حتى مع احترامي لرأي الزميل من بغداد عندما تحدث عن يعني فتوى من السيد السيستاني، فإن الواقع يقول بأن أكثر هذه الميليشيات تدين بالولاء من حيث يعني متابعة التقليد. نعم عفوا، تقليد الفتوى. هي تقلد الخامنئي ولا تقلد السيد السيستاني، وبالتالي فإن هذه المنظومة أصلا هي بعيدة حتى عن أن تأخذ يعني الآراء الفقهية من السيد السيستاني، حتى لو أنه طلب منهم أنهم يعني أن يمارسوا ممارسات أخلاقية وممارسات يرضى عنها الدين والخلق القويم السليم. نعم. سيد باسل من بغداد، يعني كيف لنا أن ننكر الدور الرئيسي لإيران في هذه المعركة رغم كل الدلائل والمؤشرات، رغم التصريحات الرسمية الإيرانية، رغم تصريحات محللين إيرانيين، رغم الصور التي تريدنا من بغداد من الفلوجة؟ كيف لنا أن ننكر الدور الإيراني الواضح والكبير في هذه المعركة؟ أنا لا أنكر بأن يوجد هنالك دور لإيران في هذه المعركة، ولكن الدور، هل تقول بأن الدور بأن يوجد هنالك مقاتلين وما شابه ذلك وقيادات تعطي أوامر؟ لا. كما اليوم أمريكا يوجد هنالك مستشارين من أمريكا في العراق أو في تدخل في القيادات الأمنية أو في العمليات العسكرية، كذلك يوجد تدخل من الجارة إيران، وكذلك يوجد تدخل من بعض الدول بأن يوجد هناك مستشارين. إن قلنا على التدخل من جانب المستشارين العسكريين فأنا أقول يوجد هنالك تدخل، ولكن أعيد إلى النقطة التي تفضل بها ضيفك الكريم حول بأنه يوجد، حتى قال رئيس الوزراء يوجد بعض المكاتب في بغداد هي غير رسمية. أنا أتفق مع ضيفك بما يقول بأن يوجد بعض المكاتب غير رسمية، كذلك صدر أمر من هيئة الحشد الشعبي بأن كل مكتب لم يسجل لدى هيئة الحشد الشعبي فهو يعتبر خارج عن القانون ويحاسب ويغلق المكتب. أنا أقول اليوم أنا أقول بأن هنالك أناس يحاولون أن يتحدثوا باسم الحشد الشعبي، ولكن شاءوا أم أبوا بأن الحشد الشعبي سوف يبقى تحت غطاء الحكومة العراقية، والعمليات التي تقوم بها الحشد الشعبي هي أوامر من قيادة العمليات. لا يمكن بتحريك أي فصيل أو أي عجلة بإذ لم يكن هنالك موافقات وأوامر. سيد العزيز، نحن نقول حول تدخل إيران أو السعودية أو أمريكا، لماذا لم يكون الأجدر والأفضل بأن تتوحد اللحمة الوطنية والسياسي كذلك حتى السياسيين من يقوموا مؤتمرات وندوات في خارج العراق وما شابه ذلك، من جعلوا الحاضنة إلى داعش والدخول داعش؟ لماذا لم يتوحدوا؟ ونحن إن توحدوا والله سوف نرفض إيران والسعودية وأمريكا وكل من يتدخل في الشؤون الداخلية. العراق مستقل، العراق له سيادة موحدة، لا يمكن لأي دولة إن كانت مجاورة أو بعيدة بأن تتدخل في الشؤون العراقية. ولكن إذا رأت الدول بأن يوجد هنالك خلافات سياسية والبعض يعزفون على وتر الطائفية والعنصرية والبعض سر وجودهم هو هذا العزف على هذه الأوتار، كيف تريد بأن لا تتدخل كل هذه الدول؟ اليوم من وافق بتدخل هذه الدول هو المشاحنات السياسية، هو من باعوا محافظاتهم إلى داعش. لأن المشاركة الإيرانية